اليوم مصادرنا بتتكلم عن موضوع يعني مقلق شوية. أهلا بيك. إيه هو الموضوع؟ محاولات يبدو إنها متعمدة لزرع الشقاق بين مصر والمملكة العربية السعودية. الموضوع ده فعلا بدأ يظهر كلام كتير عنه مؤخرا. بالضبط، وعندنا تحذيرات مهمة يعني من شخصيات لها وزنها زي السيد عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية. طبعا عمرو موسى تحديدا ده بيدي الموضوع ثقل أكبر. أكيد، ومعها كمان تحليلات ومنشورات تانية بترصد نفس الأجواء دي. فمهمتنا النهاردة نفهم أكتر إيه طبيعة التحذيرات دي والسياق بتاعها، وليه تحديدا العلاقة المصرية السعودية دي بالذات، إيه أهميتها للمنطقة. تمام، هي دي النقطة المحورية. المصادر بتوصفها بأنها حجر زاوية للمنطقة العربية كلها. واللافت كمان يعني نبرة التحذيرات دي. السيد موسى زي ما بتقول المصادر وصف الوضع بأنه منزلق حاد جدا. منزلق حاد تعبير قوي جدا، وهو كمان بيشير صراحة لناس سماهم علماء التشكيك والوقيع. علماء التشكيك والوقيع مين دول؟ يعني إيه المقصود؟ حسب الفهم من المصادر يعني الجهات أو الأشخاص اللي بتشتغل بنشاط عارفة عشان تنشر روايات تسبب خلاف وانقسام، خصوصا على منصات التواصل الاجتماعي. بالظبط، يمكن دي موجة جديدة أو استغلال لموجة قائمة لاستهداف العلاقة دي بعد ما شفنا محاولات مشابهة استهدفت علاقات عربية تانية قبل كده. طيب هو حذر من إيه كمان تحديدا؟ المصادر بتقول ركز على العنعنة. العنعنة؟ تقصد نقل الكلام بدون تثبت؟ أيوة، نقل الكلام وترديده من غير فهم للسياق، وده بيفتح الباب بقى لقراءات سطحية أو يمكن يعني تفسيرات مش سليمة للأخبار، ودي مشكلة كبيرة في عصر السوشيال ميديا طبعا. والنقطة الثانية التعليقات العنيفة والمشحونة اللي بنشورها. يعني دعا صراحة لاستخدام الأدوات دي بشكل إيجابي لبناء مستقبل عربي مش لهدمه، وده كلام منطقي جدا. والأهم كمان زي ما بتوضح المصادر نقلا عن موسى إن العلاقة بين القاهرة والرياض مش مجرد علاقة ثنائية عادية. لا طبعا، هو بيشوفها عمود رئيسي للعالم العربي يراد كسره حاليا، ده تعبيره. عمود رئيسي يراد كسره، يعني شايف إنه في استهداف مباشر ومقصود. تماما، وعشان كده هو بيعتبر إن الحفاظ على العلاقة دي وحمايتها من محاولات الوقيعة دي مسؤولية جماعية، مش بس الحكومات يعني. لا، على مستوى الحكومات والشعوب كمان. كلام مقلق بصراحة. طيب المصادر بتربط ظهور التحذيرات دي بتوقيت معين. هل في أحداث محددة مؤخرا ممكن تكون هي السبب؟ المصادر بتشير بشكل يعني شبه مباشر لزيارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للسعودية مؤخرا. الزيارة دي والجدل اللي حصل بعدها. بالضبط، الكلام اللي دار بخصوص ملفات حساسة زي إعادة إعمار غزة واحتمالات التطبيع السعودي الإسرائيلي. يبدو إن النقاشات دي وتفسيراتها المختلفة أشعلت الدنيا شوية على السوشيال ميديا. وهنا بقى ندخل لمنطقة السوشيال ميديا. المصادر بتتكلم عن تراشق واتهامات متبادلة بين بعض المستخدمين المصريين والسعوديين. للأسف بنشوف ده فعلا. هل ده مجرد يعني تنفيذ طبيعي عن آراء مختلفة في ظل الأحداث دي، ولا التحليلات بتقول في شيء أعمق؟ في وجهة نظر في المصادر بتقول إن جزء منه ممكن يكون ردود فعل طبيعية وعفوية، لكن الأخطر هو استغلال الأجواء دي. استغلالها إزاي؟ البعض بيرى إن في خلينا نقول حملات إعلامية أو حسابات بتشتغل مخصوص عشان تأجج الخلاف ده، بتركز على نقاط حساسة زي الاتهامات المتبادلة بالتقصير تجاه القضية الفلسطينية مثلا. ودي طبعا نقطة حساسة جدا عند الطرفين. أكيد، وكل ده بيحصل في وقت صعب جدا على المنطقة كلها. حرب غزة، التصعيد في لبنان، توترات البحر الأحمر. السياق ده بيخلي أي شرخ بين دولتين محوريتين زي مصر والسعودية تأثيره مضاعف وخطير. يعني القلق مش بس من عمرو موسى، في أصوات تانية في المصادر بتعبر عن نفس المخاوف دي؟ نعم في. على سبيل المثال الإعلامي المصري مصطفى بكري وصف التراشق ده بأنه خطيئة جسيمة. خطيئة جسيمة؟ أيوة، وقال إنها بتخدم أعداء الأمة حسب تعبيره. وفي منشورات تانية بتتكلم عن مخاوف أوسع، بتلمح يعني لمحاولات أمريكية إسرائيلية محتملة لتهميش الدور الإقليمي لمصر. تهميش دور مصر؟ وده ممكن يتم استغلاله لزيادة الحساسية مع السعودية؟ ممكن جدا، أو يستخدم كذريعة لإحداث الوقيعة. حتى إن موسى نفسه المصادر بتفكرنا كان دعا قبل كده
في فبراير تقريبا لمبادرة عربية مشتركة مصر السعودية الأردن للتعامل مع إدارة ترامب لو رجعت. صحيح. وكان بيشير للفراغ اللي ممكن يحصل لو مصر غابت عن المشهد. يبقى يعني جوهر الموضوع اللي كل المصادر دي بتلتقي عنده هو إن العلاقة المصرية السعودية دي أساسية للقوى العربية للموقف العربي الموحد. بالظبط، وإن في أطراف المصادر بتسميها أحيانا أعداء الأمة، أو زي ما قال موسى علماء التشكيك، بتحاول تستغل أي فرصة، أي خلاف، أي حساسية عشان تضرب العلاقة دي، تضربها في الصميم. السلة الأساسية اللي بنطلع بيها من المصادر دي هي الدعوة للوعي والفهم، التفكير النقدي قبل ترديد أي كلام أو الانجرار ورا الحملات دي، خصوصاً على السوشيال ميديا. الوحدة ونبذ الفرقة هي السلاح الأهم، هي السلاح الأهم لمواجهة المحاولات دي اللي بتستهدف الكل في النهاية. ولازم نستخدم وسائل التواصل بمسؤولية أكبر لتقوية العلاقات مش لتدميرها. إذن خلاصة الغوص المعرفي ده نقدر نقول هي في تحذيرات جدية من شخصيات ليها خبرتها وتاريخها، بتتكلم عن محاولات متعمدة ومنظمة لتقويض علاقة استراتيجية وحيوية بين مصر والسعودية. والأداة الأساسية المستخدمة زي ما كل المصادر تقريباً بتقول هي استغلال وتأجيج النقاشات على وسائل التواصل الاجتماعي، وده بيحصل في توقيت حساس جداً للمنطقة كلها مليان تحديات. بالظبط. وهنا يمكن نسيب سؤال أخير للتفكير بعد ما استعرضنا المصادر دي. لو افترضنا صحة وجود المحاولات الخارجية دي لزرع الشقاق، يا ترى إيه هي نقاط الضعف الداخلية أو الحساسيات الموجودة فعلا جوه البيت العربي اللي ممكن يستغلها علماء التشكيك دول عشان يحققوا أهدافهم بسهولة أكبر؟ نقطة تستحق التأمل.